لا ده مش موجود اصلا. لا طبعا المشكله مش المدرب بس، المشكله اكبر مشكله بجد فينا احنا كجمهور. احنا لما بنكسب ماتشين ثلاثه، ليو اوباما و... وعبد الله مارسيلو ومش عارف تولدو وكده، مع ان يعني ما حصلش حاجه يا جدعان، احنا كسبنا ماتشين، ده الطبيعي. يعني احنا لو خدنا الدوري ده طبيعي، يعني مش انجاز. تمام، وبعد كده يقعوا، نقوم شاتمين في ده وده وده وده، ونقول ده مدرب ما بيفهمش وهكذا. ما لهاش مقياس، بس الفكره ان الجمهور فعلا ما فيش عليه الرقابه دي، ما تقدرش تعمل الرقابه دي عليه. بس الغلط من الجمهور، الغلط من الاداره، ما فيش قرارات حاسمه. يعني معلش، انا مشكله زي مشكله كهرباء الاخيره دي، يعني مفيش تعليق يتقال، ولا كأن حاجه بتحصل. هنوقفه ماتش اعمل عليه غرامه. الناس بقت بتتوقع امتى القرار هيطلع وامتى هيرجع فيه، والناس بتطلع صح برضه. فالمشكله فينا احنا كجمهور، مشكله موجوده في الاداره، المشكله موجوده في المدرب. روتين، يعني هو واصل بصراحه مرحله روتين تفقع، بس الحساب في اخر الموسم مش دلوقتي. الراجل ده احنا كنا الاخير في المجموعه وصعدنا مركز اول، و8 شهور متصدرين الدوري، احنا ما خسرناش الا ماتشين في الدوري. فالموضوع لسه عليه بدري، يعني مش هي دي اللي هتوقعنا. ومشكله طبعا كمان في اللعيبه. فانت عندك اربع جهات: الجمهور، الاداره، المدرب، واللعيبه. اللعيبه وصلت لمرحله آه، ضيعنا السهل بكتير. يعني مثلا في ماتش زي ماتش طلائع الجيش، احنا مثلا رحنا للجون 40 مره مثلا، تجيب الماتش يخلص 8-0، اقل واجب 8-0 مش 8-2. لا بس تضييع بقى، ده عايز يلعب بالكعب، ده عايز يلعب مش عارف ازاي، وده يعمل ايه، وبتلبس جونين والماتش بيخلص 2-2 في الاخر. ونفس الفكره كانت في ماتش المقاولين، ومن قبلهم ماتش سموحه وهكذا. مش عاجبني في مرتضى وفي جروس ان هم عايزين يطبقوا الفكر الاوروبي في التعامل مع اللعيبه، اللي هو في احنا خلاص بنطبق نظام الاحتراف، وما ينفعش يكون في عقوبات، وما ينفعش يكون في مش عارف ايه والحساب بالجملة والكلام ده كله. احنا برضو عندنا اختلاط بين حاجتين: ان انا لو قلت لك خلي عندك شخصية فلازم تكون موجودة بقلة ادب. لا خالص. احنا لو جبنا اكبر امثلة للمدربين اللي نجحت في مصر، هيجي في بالك فيريرا، هيجي في بالك جوزيه، هيجي في بالك كابرال، وهكذا. التلاتة دولت كان اكبر سمة فيهم قبل الفنيات الشخصية، وبأدب. وبأدب. هو مصطفى فتحي هيرجع امتى؟ مصطفى في المانيا، سافر المانيا تاني عشان خاطر يتاكد ان هو خلاص، يعني الاصابه راحت خلاص، اتعالج منها، وهو نزل تدريب ان شاء الله، يعني الاسابيع اللي جايه باذن الله، 3 4 اسابيع مثلا. 2006 يعني كان ساسي عنده 14 سنه. طب يعني ده انا ده قبل ما يبقى حتى تحت 21، يعني قبل ما يلعب منتخب اولمبي حتى. الموضوع كان صعب شويه. انا كلامي مش بهاجم، وانا مش بتكلم على ماتش المصري عموما، انا بتكلم في العموم. تمام، يعني انا قلت اكبر سبب ان احنا نفقد الصداره مش ماتش المصري. تعالوا نقول حاجه تانية بالنسبه للمدربين. في مدرب آه، بيحب يعمل روتيشن دايما. يعني مثلا بيبتدي الماتش اللي بعده غير 3 لعيبه، الماتش اللي بعده غير 4، الماتش اللي بعده مش عارف ايه. ده مدرسه، في ناس حباها وفي ناس ما بتحبهاش، تقول لك انت محافظ ان انت بتلعب الفريق كله، بتلعب السكواد كامل، الاساسيين بالاحتياطي، وبتوزع، يعني بتوزع مجهود. فانت اول الموسم زي اخر الموسم، بس تبقى صعبه جدا انك تحفظ طريقتك، ودي مش محبوبه قوي. في طريقه ثانيه اللي هي ثبات التشكيل، اللي هي على الاقل مثبت 7 اساسيين مع الحارس، يعني في 3 بس اللي بيتغيروا ماتش عن التاني. جروس مثبت ال 11، ما فيش فيها كلام. لاعب يعني ممكن يوم لما بيعمل تبديل بيبقى يوم انذارات او اصابه، يعني وقفه او اصابه، غير كده مش ما هم ال 11. طب احنا هنلعب 150 ماتش في الموسم، هنلعب بيهم يا عم الحاج؟ في حاجه اسمها اجهاد؟ لا هم مواتير، مالكش دعوه انت، هم هيستحملوا. اي مدرب في العالم كبير
وفاهم هو داخل على ايه وداخل في بطولات ايه ومذاكر هيعمل ايه، بيحط لنفسه ليميت عدد معين من النقط او دور معين من بطولة نوك اوت الخسران بيخرج وهكذا. يجي مثلا في الدوري يقول لا ده انا مثلا عامل لنفسي ليميت 75 نقطة من الاصل، احنا 34 34 يعني 168 68 و90 يعني 102 102 نقطة. تمام، فيقول ايه مثلا انا خمسة وانا عامل ليميت 75 نقطة او 80 نقطة. طيب انت اللي هتفقده ده هتفقده في ايه؟ فيقول لك مثلا في ماتشات انا لازم اخد فيها الست نقط رايح جاي، وفي ماتشات هاخد منها اربعة بس، وفي ماتشات هاخد ثلاثة. ده الليميت اللي ما ينفعش اقل عنه، بس ممكن ازيد. ازاي؟ يعني في ماتش مثلا هعمل حسابي ان انا هاخد اربعة ممكن اخد ستة، الماتش اللي انا عامل حسابي ثلاثة ممكن اخد الستة، وهكذا. فكرة ان الماتش المصري انت بتلعب فريق كبير اخر 3 4 مواسم ماشي بخطى ثابته جدا، فانك تخسر ده شيء وارد مش اعجازي، وكانت لازم تكون في حساباتك. بس اللي ما كانش وارد بجد، ماتش زي ماتش المقاولين، ماتش زي ماتش الطلائع، ماتش زي ماتش النجوم. فهي عوامل كتير اللي وصلنا لكده، مش اللعيبه ومش المدرب ومش الاداره ومش الجمهور، هم الاربعه مع بعض كوكتيل. لو انا ساكن في شارع طوله 5 كيلو مثلا وانت جاي من على اول الشارع هتشم ريحته. من رايك هو ابراهيم حسن وحش؟ ولو حلو ليه بيبقى اول التغييرات؟ طيب تعالى نرجع لورا شويه. فاكر ابراهيم حسن لما كان في الاسماعيلي؟ كان لاعب كبير قوي بجد وكان متعب، يلعب قدامك خطر. لما جه الزمالك قعد فتره بعيد، بعدين رجع بقى مستواه حلو جدا، وبعدين رجع تاني بعيد. يعني من وجهة نظري ابراهيم حسن عامل زي لعيبه كتير من نوعية اللعيبه اللي هي فريق النجم الواحد، بس ابراهيم آم، يعني في ميزات كتير حلوه. بس انا شايف من وجهة نظري هو بعد مصطفى ليه بيبقى اول التغييرات. فدي ترجع لجروس. جروس دايما بيحافظ على اللاعب اللي يقدر ينفذ له فكره في الملعب، مش اللاعب اللي فنياته احلى، لا، مين اللي بيعرف ينفذ الفنيات اكتر. بس الفكره اكتر مش الفنيات. لازم جروس يلاقي حل جماعي في حاله عدم وجود ساسي، لما يلاقي حل للاستفاده من امكانيات ساسي الاول. عايز اقول لك ان ساسي كل اللي احنا شايفينه ده هيعدي 5% من مستواه. ساسي متأيد جدا 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 في خط نص الزمالك. ان شاء الله يا مستر يوم الخميس احنا هنبقى الاول وبيراميدز الثاني والاهلي الثالث. طيب نسيبنا بقى من الماتش شويه ونسيبنا من اللعيبه ونسيبنا من المدرب وخلاص. احنا قلنا ان في مميزات كتير وفي عيوب كتير. هو الدوري خلص؟ سؤال، هو الدوري خلص؟ وقبل ما تقول لي اه ولا فكرني بس، هو في فرق كام نقطه والدوري خلص ولا لا؟ طب لسه كام ماتش؟ يعني الدوري ما خلصش وفرق نقطة ولسه 9 ماتشات، يعني 27 نقطة. يعني عارف انت لو انا سألته وجاوبت على نفسي. طبعا هيجي واحد دلوقتي يقول لي اصل الاهلي لو ركب ما بينزلش. عارف انت الناس اللي هي قريبة مدحت شلبي دي. تمام. لا طبعا لا، بس العقلية الزملكاوية خلص؟ لا ما خلصش. طيب بص يا مصر، نيجي بقى لنظرية ان الاهلي لو ركب ما بينزلش. تمام. تعال نجيب المواسم اللي كان فيها الاهلي فارق عن الزمالك او الزمالك كان فيها فارق عن الاهلي، وكان في منافسه، لا ده بعيد ولا ده بعيد. يعني مش ده الاول مثلا بقاله فتره طويله وده الاول بقاله فتره طويله وهكذا. آه، هنفتكر مثلا هنلاقي موسم 95 96 كان الزمالك فارق 13 نقطه عن الاهلي، فريق الاحلام وقتها. 13 نقطه عن الاهلي والاهلي قدر ياخد الدوري. دي حاجه حلوه جميله اهو. وفي 2010 كان الزمالك فارق 7 نقط او كانوا 10 نقط، كان الاهلي متاجل له ماتش والاهلي قدر ياخد الدوري في 2010 2011 مع حسام حسن. طيب طب تعال نرجع بقى لورا شويه. سنه 88 كان الاهلي فارق 11 نقطه عن الزمالك والزمالك خد الدوري. عادي حصلت يعني. طيب اقرب مثال دوري سيد عبد النعيم 2002، السداسيه. السداسيه المحليه بالافريقيه، يعني كنا 7 بطولات في سنه، منهم اللي هي البطوله الافرو اسيوي، اسمها ايه البطوله العربيه.
كان الاهلي فارق 11 نقطه عن الزمالك، والزمالك سنتها كسب الدور الثاني كله وخدنا الدوري. يعني لو جينا نعمل احصائيه صغيره هنلاقي ان ده قدر يرجع مرتين وده قدر يرجع مرتين. ايوه، الشعار ده بقى اتخلق امتى؟ فمن وجهه نظري دي شعارات كدابه، والاعلام فخمها وكبرها وخلاها قانون لدرجه ان في زملكاويه بداوا يصدقوها. فالدوري لسه ما خلصش، لسه بدري جدا. وفوق كل ده اصلا يعني تخيل، لمجرد التخيل ان فريق خسران 5-0 من احسن فريق بيلعب كرة في افريقيا ولسه عنده امل ان هو يكسب ماتش العودة، واحنا اللي هو فرق نقطة ولسه هنلاعب الفريق ده في الدوري في اخر جولة. يعني ما تجيش خالص.